نتابع لقاء مدير أمن بورسعيد. ما زلنا في بورسعيد نتابع وقائع جولة الإعادة في انتخابات برلمان 2015، والآن حان اللقاء مع اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد يطلعنا على الإجراءات الأمنية في بورسعيد بداية من اليوم وغدا بإذن الله. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، أهلا بوسط البرنامج، أهلا وسهلا. محمود، يا ريت حضرتك تكلمنا فندم على الإجراءات الأمنية بالمشاركة مع القوات المسلحة في هذا اليوم من جولة الإعادة بورسعيد. هو طبعا تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين جميع المراكز الانتخابية، تأمين خطوط سير السادة الناخبين، تأمين جميع طرق المحافظة بالأكوال الأمنية والتمركزات والقوات الانتشار السريع، والقوات متواجدة أمام المقرات الانتخابية، معمول حرم آمن لكل مركز انتخابي لمنع وقوف السيارات أو أي حاجة تعيق حركة تردد السادة الناخبين على المراكز الانتخابية. أيضا تم تعقيم جميع المراكز الانتخابية والطرق المؤدية إليها من أخطار المفرقعات باستخدام العناصر اللي هي الكلاب وأجهزة الكشف عن المفرقعات، تأمين المحكمة اللي فيها اللجنة العامة، تأمين خطوط سير السادة القضاة، تأمين مقرات إقامتهم. يعني خطة أمنية متكاملة الحمد لله وملموسة للجميع على أرض الواقع، وعندنا قوات جاهزة ومعدة ومستعدة لمواجهة أي طارئ وأي محاولة لتعطيل عملية الجولة الثانية بين الانتخابات. سيادة اللواء، هل حضرتك كنت قلت لنا ان في 4 غرف عمليات حضرتك اقمتها ومشرف عليها، هل يا فندم لم تتلقى غرف العمليات اي اتصال او اي بلاغات حتى الان؟ لا، هو دلوقتي احنا بدأت العملية الانتخابية الجولة الثانية لجولة الإعادة الساعة 9 صباح اليوم في موعدها، مفيش أي تأخيرات، مفيش أي تأخير في فتح اللجان. ال4 غرف عمليات دول غرفة موجودة في المحافظة بالتنسيق مع السيد المحافظ، وغرفة موجودة في المحكمة، وغرفة في مديرية الأمن، وغرفة خاصة بالقوات المسلحة. بننسق ال4 غرف مع بعض. لم تتلقى أي غرفة من الغرف أي خروقات أو أي بلاغات بشأنها تعطيل العملية الانتخابية. كيف تم فندم تأمين المجرى الملاحي في قناة السويس بورسعيد؟ طبعا تم التنسيق أيضا مع إدارة تأمين المجرى الملاحي، تأمين القوافل، تأمين المعديات، تأمين كامل للمجرى بالتنسيق مع إدارة تأمين المجرى الملاحي والقوات المديرية. رسالة للناخبين من السيد اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد. بناشد الإخوة الناخبين إنهم يتوجهوا لصناديق الاقتراع. النهارده جولة الإعادة اللي عندنا زي ما حضرتك عارف 3 دوائر بيتنافس فيها 8 مرشحين ل4 مقاعد. الدائرة الأولى مطلوب مقعد واحد من 2 مرشحين، الدائرة الثانية نفس الكلام، الدائرة الثالثة في 4 بيتنافسوا على مقعدين. نقول له انزل اتفضل اختار المرشح اللي انت شايف انه هيمثلك التمثيل الجيد في البرلمان. وبقت الفرصة للاختيار بخلاف المرحلة الأولى كان موجود 88 مرشح، النهارده لا، انت بتختار ما بين 2 مرشحين، اكيد يعني هيبقى فيهم واحد انت شايف انه هيمثلك التمثيل الجيد، فانزل وما تضيعش حقك الدستوري اللي الدستور اداهولك، علشان بعد كده تقدر تشوف النائب بتاعك وتشوف طلباتك وتشوف مصالح بورسعيد اللي تبقى انت بختاره ومختار اللي هيمثلك تحت القبه ان شاء الله. السيد اللواء محمود الديب مدير امن بورسعيد، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ده انا متشكر ليكم وبنرحب بيكم وباسره البرنامج جميعا على ارض بورسعيد ومتشكرين جدا. كان ذلك لقاؤنا مع السيد اللواء مدير أمن بورسعيد اللواء محمود الديب لمتابعة الإجراءات الأمنية في جولة الإعادة ببورسعيد. معكم نكمل خلال الساعات المقبلة جولة الإعادة بانتخابات بورسعيد لبرلمان 2015.